السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن علامات لو ظهرت ليك بتقولك إنك محتاج تهتم بنفسك أكتر شوية، لأن إحنا في زحمة الحياة وسط المسؤوليات والضغوط بننسى نفسنا. بنفتكر إن الاهتمام بنفسنا رفاهية أو حاجة نعملها لما نكون فاضيين، لكن الحقيقة إن إهمالك لنفسك بيظهر عليك قبل ما تاخد بالك. النهاردة هنتكلم عن علامات واضحة لو موجودة في حياتك، فده إنذار بيقولك ارجع لنفسك واهتم بيها شوية. ومن أول علامات التعب النفسي اللي بيقولك أنت محتاج تهتم بنفسك شوية التعب المستمر بدون أسباب واضحة. يعني لو انت حاسس دايما انك تعبان ومرهق حتى لو في الايام اللي ما مارستش فيها مجهود كبير، دي علامة انك محتاج ترتاح نفسيا شوية، لان التعب اللي ملوش سبب طبي بيكون غالبا سببه ضغوط متراكمة او مشاعر مكبوتة او جسمك محتاج للراحة النفسية مش النوم فقط. العلامة التانية العصبية على ابسط شيء. أي كلمة بسيطة ممكن تخرجك عن شعورك، بتتضايق من حاجات ملهاش لازمة وبتزعق بسرعة. دي مش علامة على إنك قليل الصبر، دي علامة إنك شايل ومتحمل فوق طاقتك، لأن النفس لما بتمتلئ أي حاجة بتقدر توقعها وتخرجها عن شعورها. العلامة التانية فقدان الشغف حتى بالحاجات اللي انت كنت بتحبها، الحاجات اللي كانت بتفرحك لما تعملها أو الهواية اللي انت كنت بتحب تمارسها، لما تفقد الشغف ليها أو الحب ليها دي علامة خطيرة، لأن معناها أن روحك محتاجة اهتمام، والاهتمام ده مش تغيير مكان ولا تغيير أشخاص، هي محتاجة استراحة قصيرة. العلامة الرابعة إهمال نفسك شكلا ومضمونا. مش لازم يكون إهمال كبير، انت ممكن مش بتبص في المراية، مش مهتم انك تلبس حاجة بتحبها، بتأجل نفسك دايما لبعدين، بتبقى انت آخر واحد في قائمة اهتماماتك. خلي بالك دي مش تضحية، دي إهمال غير مقصود. العلامة الخامسة ان انت محتاج تهتم بنفسك شوية. شعورك بالذنب لما تيجي تفكر في نفسك، أول ما تبقى تحب تفكر في نفسك شوية بيظهر لك صوت داخلي جواك يقولك ازاي تهتم بنفسك وانت في مسؤوليات محتاج انك تنجزها. لما الصوت ده بيظهر بتبقى محتاج تعيد تعريف الاهتمام بنفسك. الاهتمام بنفسك مش أنانية، ده هو الوقود اللي عشان تقدر تكمل بيه. هنوصل للعلامة السادسة وهي النوم المضطرب أو تفكير قبل النوم. دايما بتنام متأخر، تفكيرك ما بيقفش وتصحى تعبان، وده دليل إن دماغك مش لاقية وقت تهدى فيه، وإنك محتاج تفرغ كل اللي جواك بدل ما يطلع وقت النوم. سابع علامة إحساس إن مفيش حد سمعك أو مقدرك، حتى لو الناس اللي حواليك مش حاسين بيك ولا مقدرين تعبك، لأن نفسك أنت نسيت إنك تقدرها، وعلشان اللي حواليك يقدروك لازم أنت نفسك تقدر نفسك وتهتم بيها. العلامة التامنة اللي لو ظهرت عندك معناها إنك محتاج تهتم بنفسك، إحساسك إنك بتعيش على وضع النجاة، أنت بعايش بتعدي اليوم من مهمة لمهمة ومن مسؤولية لمسؤولية، وده معناه إنك محتاج تتنقل من وضع البقاء إلى وضع الحياة. طيب نعمل إيه دلوقتي؟ الاهتمام بنفسنا مش قرار كبير، دي خطوات بسيطة نقدر نعملها كل يوم.
لو هتاخد 10 دقايق من يومك هدوء يومي، كلمة حلوة إيجابية تقولها لنفسك، تاخد راحة بدون مبرر وبدون سبب، اسمع مشاعرك بدل ما تسكتها، شوف مشاعرك ونفسك بتقولك ايه، وافتكر دايما ان الاهتمام بالنفس مش رفاهية، ده ضرورة، لانك اهم شخص في حياتك، ولو انت تعبت كل حاجة حواليك هتتعب. انت مش محتاج سفر ولا محتاج فلوس ولا محتاج وقت طويل عشان تهتم بنفسك، كل اللي محتاجه دقيقة صدق مع نفسك، كلمة رحيمة، اختيار انك ما تهملش نفسك اكتر من كده، وعامل نفسك زي ما بتعامل اقرب الناس لقلبك، واهدى شوية، وقف مع نفسك لحظة، مش عشان تلومها، لا عشان تسمعها. احيانا النفس بتتعب في هدوء من غير ما تعمل ضجة ومن غير ما تطلب مساعدة بصوت عالي، بس بتسيب إشارات، فياريت تفهم الإشارات اللي بتتركها ليك نفسك، واللي بتعرفك إن أنت محتاج فعلا هدوء نفسي أو راحة نفسية. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.